خليني نسولك سؤال صعيب شويه. واش كتداول باش تربح اليوم ولا باش تبقى في السوق العام كامل؟ الا ما عندكش خطه سنويه راه انت ما كتداولش، انت كتقمر. مبتدئ كيدخل للصفقه ويسول شنو غادي يوقع دابا، محترف كيسول الا خسرت اليوم واش نقدر نبقى حتى الاخر ديال العام. اليوم غادي نوريك كيفاش ترتب خطة تداول سنوية باش ما يبقاش السوق كيسوقك، تولي انت اللي كتسوق. مرحبا، معكم القيطار، وهذا الفيديو 11 من سلسلة ريسك مانجمنت. الموضوع اليوم هو كيفاش ترتب خطة تداول سنوية، حيت في التداول الربح ما كيجيش من ضربة حظ، كيجي من تخطيط طويل المدى وانضباط. وقبل ما نهضر على المؤشرات والاستراتيجيات خاصني نفهمك حاجة وحدة. تريدر محترف كيفكر بسنة ماشي بالنهار. علاش الخطة السنوية مهمة؟ تداول بلا خطة طويلة كتساوي خسارة الفرص والوقت. تريدر بلا خطة سنوية كتساوي تريدر ضايع. شنو هي الخطة السنوية؟ الخطة السنوية ماشي توقع شنو غادي يصير ولا شحال غادي تربح بالضبط ولا واش هاد الشهر رابح. الخطة السنوية هي كيفاش تصرف إلا خسرت، كيفاش تبقى منضبط، كيفاش ما تخرجش من السوق. المبتدئ كيسول اليوم شنو ندخل، المحترف كيسول هاد العام كيفاش نطلع بنتيجة. تخيل راسك فلاح ماشي تريدر. واش الفلاح كيقلب كل نهار اليوم نزرع لا اليوم نحبس؟ لا، كيدير خطة ديال العام، شنو يزرع، شحال يصرف، شحال يتوقع يربح، وشحال يقدر يخسر الا جات شي سنة خايبة. تداول نفس الشيء. تريدر بلا خطة سنوية كيساوي عامل في السوق. خطة سنوية كتقسم لخمسة د الحوايج كبار. الأولى الهدف السنوي. ما تقولش نبغي نولي مليونير، نقول شحال باغي نطلع في العام، 10%، 20%، 30%. شباب، قبل ما نكمل ديما كنقول واحد الحاجه، لي فيديو ديالي ماشي تحفظ شنو كنقول، طبق وتفهم، وماشي تشد حياتك تحطها على هذا الفيديو. هذا الفيديو كون عطيتي دي اكزامبل ماشي هما اللي تطبق بهم داكشي اللي باغي دير، لان هاد لي فيديو كنديرهم بحال اللي تحس بهم ليميت، ولكن باش توصل المعلومه، لان فيهم لي زيكزامبل. ما يمكنش لي نعطي مثال بشي حاجه كبيره، لان واحد اخر يلاه يكون بادئ يقول لك هادشي غادي يحقر راسو به ولا غادي يقلل من راسو. وكاين عاوتاني واحد اللي تلقى نعطي مثال مثلا بشي حاجه كبيره، نعطي شي حاجه كاكزامبل بحاجه صغيره. كاين واحد اللي تلقاه تبارك الله واصل في الدومين يقدر يقول هادشي دزت منه ولا شي حاجه. كنحاول نحط هادشي في النص، ولكن كما قلت راه الا قلت لك مثلا تربح 10% في العام، راه ماشي دير صافي حياتك تحطها على 10%. راه انا كنربح 90%، 85%، الحمد لله. ولكن علاش؟ لان ما كاينش ليميت. فماشي الا قلت لك دير 2% في الشهر خصك ضروري دير 2%. لا، 2% تقدر تادابطيها. اليوم هاد الشهر 2%، الشهر اللي وراه غادي تكون 6%، الشهر اللي وراه 20%. وطمح صاحبي، طمح تجيري دي كابيتال كبار. ما تخليش راسك محظور وليميتي في شي حوايج اللي قل منك. ديما شوف بعيد وتفائل بشي حاجه جايه ما احسن. خلينا شحال باغي نطلع في العام، في المية، واش 10%، 20%، 30%.
الا خديتي دير 2% في الشهر بثبات، راه في الاخر ديال العام درتي شي 24%. هادشي اللي قلت للشباب. تقدر نتايا دير 2% في الشهر، واحد اخر كيدير ديك 24% اللي ديرها انت في العام راه كيديرها في الشهر. ما تقولش صعيبه ولا ما تخليش راسك معذور ولا تحط العذار. طمح، دخل لي تريد، قلب على راسك، طمح لدي تي بي. وهذا الشيء محترم بزاف. يعني الا درتي شي 24% في العام راه محترمه بزاف وتبارك الله. يعني راه الخير والبركه. اداره راس المال. نسولك سؤال خطير، شحال مستعد تخسر في صفقه واحده؟ ما تفوتش 1% 2% من الحساب في الصفقه. تخيل معايا الحساب ديالك 10000 درهم، المخاطره 1% كتساوي 100 درهم. حتى الى ضربك السوق ما كتوجعكش. 10000 درهم بالدولار 1000 دولار، 100 درهم 10 دولار. عدد الصفقات في العام، تريدر محترف ما كيدخلش بزاف. مثال 3 صفقات في الشهر، 36 صفقه في العام. شباب نرجع للنقطه، راه الا جيتي دير 3 صفقات في الشهر و 36 صفقه في العام راه كابيتال صغيره كتبقى في بلاصتك. خصك تريدي كل نهار، يعني كل نهار دير تريد وحده، هذه اقل حاجه. لان الا دير 3 صفقات في الشهر انت ما عندكش كابيتال. كاين اللي ما عندوش كابيتال فوق 100,000 دولار، مليون ديال الدولار باش تدخل بشي لوت متوازن وتدخل كسوينغ. الا دير تخلي باللوت ديال 0.10 واش هذا دير تربح شي حاجه لا. الجوده ماشي الكميه. صفقه واحده مزيانه خير من 10 ديال العشوائيات. 4 قواعد نفسيه. انا كيتفرقع بزاف ديال الناس، الا خسرتي 2 صفقات ورا بعضهم حبس، ما تدخلش وانت معصب فرحان بزاف باغي تعوض الخساره. بحال شي واحد خسر في القمر وكيقول دابا نرجعهم. هنا كتدخل في التهور. 5 تقييم الشهري والسنوي. تريدر صح كيدير ريفيو في الاخر كل شهر، ريفيو كبير في الاخر ديال العام. كتسول راسك فين ربحت فين خسرت، واش التزمت بالقواعد ولا غير ضربني الطمع والخوف. ريفيو كيساوي البروفيل. هاد الخطوات كتعطيك خريطه واضحه للنجاح طول السنه. السوق ما كيعاقبش، السوق كيعلم، واللي ما تعلمش كيجري عليه. الخطه السنويه نعطيها لك في جمله واحده. نحدد الهدف، نحدد شحال نقدر نخسر، نحدد القواعد ونراجع راسي بانتظام. الا خسرتي هذا العام كامل ولكن تعلمتي كيفاش تبقى في السوق، واش تعتبر راسك خاسر؟ السوق ما كيعطيكش اللي بغيتي، كيعطيك اللي تستاهل حسب الانضباطك. الكون كله هكا الشباب باش نكون معكم صريح. دابا نجي للهضره اللي اتفهمك المعنى. باش تولي تريدر غادي تخسر قبل ما تربح. غادي يجي نهار تشك واش انا فعلا صالح للتداول ولا غير كنحلم. ما غادي تلقى شي واحد يفهمك، حيت التداول حرب فرديه وما كاين لا تشجيع لا تصفيق، غير النتائج. وغادي تصبر بزاف، ولكن اللي صبر وخدم بقانون السوق كيكافئو مع الوقت. ان الله مع الصابرين. هذه بوحدها رساله الفيديو. هادشي كامل ما كاين فيه حتى حاجه الا ما طبقتيش بعقليه بارده ومنضبطه. العقليه صحيحه زائد خطه واضحه كتساوي تريدر محترف ورابح طول السنه. انا نعطيك امثله عمليه. الهدف السنوي ربح 20,000 دولار، كل شهر 1500 دولار. نرجع للنقطه الشباب، كنعطي دي زيكزامبل. يعني ماشي تسمع ربح كل شهر 1500 دولار، هذا ماشي دومون سالاري ولا
هذاك موظف، هذا عمل حر، كل نهار ونهارو، كل شهر وشهرو. يعني الا دير 1500 دولار، الا قدرتي تمشي بتكنيك معين وكان عندك واحد اللوت محدد، تقدر تجيب ديك 1000 دولار في الشهر، 1500 دولار. ولكن الا كنت تجيب 1500 دولار في الشهر هكا، تيخدم في ماكدونالدز ليك، ولا خدم في شي قهوه ولا شي حاجه. خطه المخاطره، ريسك ريوورد، 1 3 ستوب لوز واضح. مراجعه الاسبوعيه للاداء، تعديل خطه اذا كانت الضروره تقدر تعدلها. سواء كان الهدف ديالك 2000 دولار ولا 20000 دولار في العام، القوانين هي نفسها، ما كتبدل حتى شي حاجه. هاد التخطيط السنوي كيعطيك سيطره كامله على التداول وكيخلي ربح مستمر. التريدر الناجح كيخدم بخطه سنويه واضحه، تخطيط طويل المدى زائد انضباط نفسي، كتساوي تداول رابح ومستمر بلا صدفه. ربح ماشي هدف، البقاء هو الهدف. ربح كيجي موراه. الا وصلتي لهنا دابا فهمتي السر ديال خطه التداول السنويه وكيفاش تولي تريدر محترف حقيقي. التريدر ما كيتقاش بشحال ربح، كيتقاس بشحال بقى منضبط من بعد عام، 2 3 4. خلي ليا واش عندك خطه سنويه واضحه في التداول، كيفاش كتخطط ليها. في الفيديو الجاي غادي نبدا ان شاء الله سلسله جديده حول اسرار تداول احترافي اللي غادي تزيد مهاراتك لمستوى عالي ان شاء الله. ولكن قبل من هذه السلسله نقدر الشباب ندير فيديو ديال الانضباط اون جينيرال، الانضباط في التريدينغ وفي الحياه. لان شنو هو الفرق تكون منضبط في التريدينغ وما تكونش منضبط في الحياه؟ غادي ندير فيديو على الانضباط هو الاول، عاد ندخل السلسله. وخلي لي شنو هما الفيديوهات اللي بغيتي. القطار ما كيجرش مع السوق، القطار كيصايب سكه.